اليوم هو 21/3. يمكن أغلب العراقيين ناسين هذا التاريخ. هذا التاريخ هو تاريخ بدء ضرب بغداد. مثل ما تشوفون الفيديو اللي أمامكم، الضربات القوية اللي سقطت على مدينة بغداد، وكانت ضحيتها العوائل والأطفال، من 500 إلى أكثر من 1000 شهيد. هذه الضربات كانت من التحالف اللعين، اس وام وغيرهم اللي تحالفوا على العراق بذاك اليوم. لكن بهذا التاريخ ما شفنا دولة طلعت وتظاهرت بالشوارع وقالت العوائل العراقية والأطفال العراقية اللي جاي يتناثرون بالجو، ولا شفنا بلد ندد بالضربات على العراق وسط صرخات العراقيين بذاك الوقت، ولا شفنا أي شعب دون استثناء طلع بالشوارع وقطع الشوارع ورفع لافتات انه شعب العراق تحت النيران. كلنا ما شفناهن، لكن سمعنا موقف واحد من حمدي نجاد اللي هو رئيس ايران السابق، اللي قال عندنا مذكرة تفاهم مع امريكا حول ضرب العراق بذاك الوقت. يعني كانوا متفاهمين ويا الامريكان على ضرب العراق، بالوقت اللي كانت اطفال ونساء وشباب العراق يطايرون بالجو من الضربات اللي جاي تطيح على بغداد. من راح بهاي الضربات؟ كلهم مسلمين من الشيعة والأكراد والسنة وغيرهم. ما شفنا دولة إسلامية ولا شيعية بذاك الوقت طلعت بالشوارع ونددت بالضربات اللي جاي يقصف بها العراق، ولا شفنا كل الشعوب رفعت لافتاتها من أجل أطفال وعوائل العراق اللي جاي تطاير بالجو. ليش؟ لأن كل الدول المحيطة بينا كانت تنظر الغنائم العراق، كانت تنظر النفط العراق والغيره حتى تستحوذ عليه. وبعد ما دخلوا لبغداد وسووا الانتهاكات اللي ما حد مسويها بذاك الوقت من سجن بوكا وغيرها، ما شفنا شعب رفع لافتات على هاي الانتهاكات اللي جاي تصير بالشعب العراقي. النقطة الأهم، ما شفنا البعض اللي يدعون حاليا انه هم مقاومة بذاك الوقت طلعوا، إلا مقاومة وحدة طلعت هي جيش المهدي، ووقفوا بوجه المحتل بذاك الوقت، وكان بوقتها أغلب الشعب الضامن ويا هاي المقاومة. وكان عندي أنا ابن عم أوائل المستشهدين بذاك الوقت، وكان إلي الفخر بعدها بفترة معينة التحقت وصرت ووقفت وقاومت بذاك الوقت من أجل العراق. أما البعض الحاليا اللي يدعون المقاولة فكانوا بوقتها يسمونهم قوات صديقة، لأن جابتهم وخلتهم بالحكم وبدوا هم يدافعون عليهم. الوقت اللي البعض كانوا ساكنين الدول واجوا على ظهور الدبابات سكنوا القصور، صاروا حال ومال، كانوا وقتها هم يألسون بجيش المهدي. ليش؟ لأن هاي قوات صديقة خلتنا على رأس الحكم من 2003 إلى الآن. فرحم الله شهداء العراق، ورحم الله كل من ضحى من أجل العراق. فالعراق دائما وحده بالمحن ودائما وحده بالمصائب. ماكو دولة إسلامية أو شيعية أو غيرها وقفت ويا العراق. خلص عمر العراق وحده يواجه الأزمات ويواجه كل الطغيان ويواجه كل الظروف اللي مرت عليه. ماكو واحد ساعد العراق. فرحم الله شهداء العراق، وشكرا لبعض المقاولين جماعة القوات الصديقة بذاك الوقت وبهذا الوقت.